الفيديو ده تكميل للفيديو اللي فات، وهنتكلم فيه اكتر عن شروط القبول وامتحان القبول. مراحل التقديم على مدرسة مختلفة، بتبتدي من أول ما نحقق الشروط، وبعد كده تنتهي للاستمارة الإلكترونية وتقديم الورق، وأخيرا امتحان القبول. أول مرحلة وهي تحقيق الشروط، لازم تكون محقق شرط واحد من 3 شروط دول. أول شرط إنك تكون محقق 98% أو أكتر في الشهادة الإعدادية ومقفل مادة من 3 مواد اللي هما الإنجليش والساينس والماس، أو تكون محقق 95% ومقفل مادتين من 3 مواد دول. ولو ما توفرش الشرطين دول ففي حل تالت، إن يكون معاك براءة اختراع مثبتة من أكاديمية البحث العلمي، ولازم يكون سنك ما يزيدش عن 18 سنة، والتقديم في نفس سنة حصول على الشهادة. لو حققت الشروط تقدر تقدم على الاستمارة الإلكترونية، وهي موجودة على موقع الوزارة، بتفتح في أول 7. وركزوا إن هي مهمة جدا، وتأكدوا من صحة البيانات، وبعد ما تخلصوا تملوها بتقدموها مع الورق لأقرب إدارة تعليمية ليكم. الورق بيختلف من سنة لسنة، ولكن في حاجات متشابهة زي بيان الدرجات. وبإذن الله أول ما تفتح الاستمارة الإلكترونية هنزل لكم فيديو عن خطوات التقديم وإزاي تملوها وكل حاجة. اخر مرحله وهي امتحان القبول. دلوقتي هو ليه امتحان القبول مهم وليه لازم ادخله عشان ادخل ستم؟ حاليا في حوالي اكتر من 15,000 طالب بيحققوا الشروط كل سنه، ولكن العدد اللي بيتقبل في ستم بين 1500 ل 1700 طالب. عشان كده امتحانات القبول مهمه، الى جانب ان امتحانات الشهاده الاعداديه مش موحده في جميع المحافظات. امتحان القبول بقى بيتكون من 4 امتحانات اللي هما الماس والساينس والاي كيو والانجليش. نيجي بقى لأهم جزئية في الفيديو، ازاي نحضر لامتحان القبول، ونبدأ امتى، ونذاكر من فين، وهل ناخد كورسات ولا لا، وتجربتي وترتيبي. اول حاجة هبدأ بيها وهي الساينس. هو بيركز جدا على جسم الانسان، وبيركز على دروس 3 و2 اعدادي زي العدسات والتنوع البيئي. المختصر هو بيركز في الساينس على الاحياء والكيمياء. انا بقى كنت بذاكر من فين؟ كنت بذاكر من كتاب اسمه الامثل، ولكن بعض الناس بتقول ان هو صعب، ولكن هو كان كويس بالنسبه لي. ورجعت من ملزمتي، الى جانب ان انا رجعت المنهج من اول رابعه ابتدائي لحد 3 اعدادي. نيجي بعد كده للماس. هو بيركز جدا على الهندسه والجبر، والجزء الاكبر من الامتحان بيكون هندسه، وخصوصا هندسه 3 اعدادي. مش بيذكر الاحصاء بشكل كبير، بيكون عليها اسئله صغيره جدا. كنت بذاكر من موقع ملزمتي، الى جانب ان انا رجعت المنهج من اول 4 ابتدائي لحد 3 اعدادي. ثالث حاجة وهي الانجليش. هو بيركز على الجرامر والفوكاب والباسج او القطع. الجرامر هسيب لكم مجموعة من الدرايف واللينكات في الديسكريبشن عشان تقدروا تراجعوا منها الجرامر كله. اما الفوكاب فهو مهم جدا ان يكون عندك حصيلة لغوية كبيرة وتتدرب على باسج كتير. هي بيكون عليها 10 اسئلة بس، ولكن لازم تتدرب عليها كتير جدا. اخر حاجه وهي الاي كيو. هو انا قبل ما ادخل الامتحان كنت مخلصه كتاب اسمه الدليل الكامل، وده ساعدني بشكل كبير جدا. وحرفيا الاي كيو هو اكتر امتحان بنقدر نضمن فيه درجات، الى جانب ان انا كنت بحل كويز اونلاين، فدي برضو حاجات ساعدتني. وهسيب لكم اللينك بتاع الكتاب في الديسكريبشن. ننتقل لسؤال نبدأ امتى. دي بقى على حسب الشخص. لو انت من الناس اللي تستوعب بشكل سريع او تقدر تلم الدنيا بسرعة، فخلاص 3 اسابيع او شهر هيكونوا كويسين جدا ان انت تستعد بشكل كافي للامتحان. لو لقى استيعابك بطيء شوية او متوسط، فلا ابدأ قبلها بفترة كويسة، اقل حاجة يعني 1.5 شهر. بالنسبة لي فانا بديت بعد النتيجة طلعت باسبوع لحد ما وصلنا ليوم الامتحان. من اكتر الاسئله اللي بتتسال، هل ناخد كورسات ولا لا؟ وهل الكورسات هي اللي بتحدد اذا كنا هنتقبل في المدرسه او لا؟ في الحقيقه لا. في طلبه كتير جدا بياخدوا كورسات ولكن مش بيتقبلوا في المدرسه، وفي طلبه بتاخد كورسات وبتتقبل. ده على حسب الشخص وحسب قدره استيعابك انت، وتوفيق من ربنا. بالنسبه لتجربتي فانا لا، ما كنتش باخد اي كورسات لستم، ومع ذلك اتقبلت ورغبة أولى، وكان ترتيبي 46. ولكن مجموعة من صحابي رشحوا كورس سفير التفوق، كورس أمجاد للتحضير لامتحان. كده أنا خلصت، وأتمنى الفيديو يكون فاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد.